أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس عن تعذر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار رباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وذكر بلاغ الجامعة أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 دجنبر الماضي على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وأضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد تقدمت يوم 22 دجنبر بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ. وأشار إلى أنه من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة. كما واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير الجاري، تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب إثيوبيا. وبينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. انتهى بلاغ الجامعة. في موضوع آخر، في مباراة السوبر الإسباني بين الريال وفالنسيا الأربعاء 11 يناير دخل إدواردو كامافينغا رسميا، لكن الانتقادات طالته من طرف الصحافة الإسبانية صبيحة يوم الخميس التي ترى أن كامافينغا لم يعط ما كان ينتظر منه. الدولي الفرنسي ذو 20 ربيعا لم يعطي إشارات قوية، حصل على إنذار وكان متوترا في تدخلاته العنيفة بعض الأحيان ليغادر اللقاء بعد لعبه الشوط الأول ويدخل مكانه لوكا مودريتش. الماركا الإسبانية عقبت أن كامافينغا عادة احتياطي لم يستغل فرصته بدخوله رسميا. المدرب أنشيلوتي خفف الضغط على لاعبه بتصريحه بعد المقابلة التي انتصر فيها الريال بضربات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في المقابلة الممتدة إلى الأشواط الإضافية. قال أنشيلوتي أن لاعبه تعرض لضربة في فخذه ما أثر عليه، ونفس الشيء للوكاس فاسكيز وميليتاو اللذان خرجا مصابين أيضا في هذه المباراة التي خرج منها الريال متأهلا للنهائي أمام المتأهل من مباراة البرصا والبيتيس التي تجرى يومه الخميس 12 يناير. في إعارة جو فيليكس إلى تشيلسي حتى آخر الموسم، ورغم البداية المتعثرة للفريق الأزرق، إلا أن جواو فيليكس يمكنه التألق والرسم على بداية جديدة موفقة في مسيرته الكروية. صرح اللاعب رقم 11 الجديد جواو فيليكس أنه سعيد جدا بتواجده في ستامفورد بريدج، وهو متحمس جدا للعب لفريقه الجديد، وأن تشيلسي أحد أكبر الفرق في العالم. وأضاف أنه يتذكر مرور عدد من اللاعبين البرتغاليين الذين مروا من تشيلسي كديكو وريكاردو كارفايو، وأن لندن مدينة كبيرة وجميلة، يضيف جواو فيليكس.
وحسب صحيفة لاكادينا الإسبانية فإن لكولشونيروس أي أتلتيكو مدريد عينه على اللاعب البارسا الهولندي ديباي ممفيس لتعويض جواو فيليكس. ديباي ممفيس لا يحظى بوقت كبير للعب مع البلوغرانا البارسا، وذلك بوجود كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفيران توريس، بالإضافة إلى عودة كل من أنسو فاتي وعثمان ديمبélé إلى مستواهم. وإلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.